السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله اقدم لكم النهاردة وصفة طريقة عمل الكحك الجاهز بتاع المخابز والافران، مش البلدي بتاعنا. اما البلدي بتاعنا هعمله في فيديو تاني ان شاء الله. تمام. يلا مع بعض عشان نشوف الطريقة والتسوية وكل حاجة. وطبعا زي ما موضح في الصورة، الكحكاية بتتكلم وبتشرح عن نفسها، مش محتاجة مني ان انا اشرح لها، بس بعد مقدمة القناة 30 ثانية. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله. استخدمت 1 كيلو دقيق الضحى، هو كان متوفر عندي. ممكن تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، استخراج 72%. تمام. استخدمي الدقيق اللي يريحك يعني، او اللي على قد امكانياتك. ده كان متوفر عندي فاستخدمته 1 كيلو دقيق الضحى. استخدم على 1 كيلو دقيق نص كيس خميرة فورية دريم، كانت متواجدة عندي. مش هستخدم كيس، كله الكيس بيرفع 2 كيلو. كيس من الفانيليا، عندي كيس لبن نيدو، وعندي كوباية ونص من الحليب البلدي العادي. الكوبايه دي كبيره، واخده كوبايه ونص. انت هتستخدمي على حسب المعلوم بتاعك. الكوبايه 250 جرام. عندي من معلقه الطعام الكبيره معلقه كبيره من جوز الهند عشان يدي ريحه وطعم للكحك. وعندي هنا معلقه كبيره من ريحه الكحك البودر، ومعلقه ونص من السمسم الني، ونص كوبايه سكر بودر. بنقيس نص كوبايه ونطحنها تبقى سكر بودر. وعندي هنا ربع كيلو من تقريبا من الملبن، مع معلقه سمنه بلدي عشان اعجنهم مع بعض. وعندي هنا بالكوبايه المعلقه اللي هي 250 جرام، نص كيلو من السمنه بدرجه حراره الغرفه. تمام. هتقيسي كوبايتين ونص من الكوبايه بتاعتك 250 جرام، او ان انتي هتوزني يعني لو عندك ميزان نص كيلو من السمنه. السمنه دي سمنه بلدي. تمام. استخدمي السمنه اللي انت عايزاها. ده طبعا الكحك جاهز، فهنحتاج سمنه بدرجه حراره الغرفه، مش هتبقى سمنه مقدوحه. في الفيديو القادم ان شاء الله اقول لكم ازاي نعمل الكحك بالطريقه البلدي. هنا هستخدم نص كيس من الخميره، معلقه صغيره من بتاعه الشاي مليانه خميره فوريه. وهاخد عليها معلقه من السكر البودر، وهضيفه عليها عشان يفعل الخميره. تمام. وهاخد نص كوب من الحليب. الكوبايه اللي معايا كوبايه ونص، مش كوبايه واحده، لان الكوبايه اللي عندي طويله. ماشي. هحطه كده وهبتدي ادوب مبدئيا اول حاجه الخميره مع السكر مع اللبن، وهسيبهم عشان يرفعوا يتفاعلوا على ما اجهز بقيه المكونات. ودلوقتي هجيب كوبايه اللبن معايا، اللي المفروض كوبايه 250 جرام. هضيف عليها معلقه جوز الهند، واسيبها تدوب فيها وتعمل ريحه وتدبل معايا. وهحط عليها كيس الفانيليا وهقلبهم مع بعض، وهسيبهم برضو ايه علشان يعني ياخدوا من بعض. تمام. عشان يعلوا التست معايا. هقلبهم كويس وهسيبهم معايا على جنب على ما اكمل بقية ايه الشغل بتاعي. بعد ما قلبتهم هشكلهم على جنب دلوقتي، وهبتدي ان انا اجيب السمنة بتاعتي وهنزل عليها بالمضرب الكهرباء. لو انت عندك عجان او مكسر ممكن تشتغلي فيه، انا هشتغل بابسط الطرق عشان ابسط الطريقة للناس البسيطة. هتنزل كده بالمضرب بتاعي على السمنة وتاني افككها. طبعا هي بدرجة حرارة الغرفة فناعمة معايا، مش طالعة من التلاجة. تمام. هفضل اضرب فيها لحد ما تبقى كريمي وتفتح ويكون لونها ابيض. تمام. هفضل اضرب فيها دلوقتي. واول ما تفك كده معايا هنزل عليها بنص كوباية سكر البودر. هنزل عليهم بالمضرب وهفضل اضربهم. ممكن ياخدوا 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق. طبعا المضرب مش هيتنه شغال متواصل المدة دي كلها. فانا كنت بشتغل شوية وبريحه شوية، بشتغل شوية وبريحه شوية، لحد ايه عشان لحد ما اوصل للقوام المطلوب اللي انا عايزاه، ان هو يكون كريمي وفاتح ويعني دايب كده معايا.
اعمل زي كده الكريم شانتيه بمعنى اصح. تمام. بعد ما ضربته كويس اهو فتح معايا وبقى عامل زي الكريمه. بصوا القوام بقى عامل ازاي، كأن معايا كريمه ولونه ابيض وفتح معايا خالص. هو ده القوام اللي انا عايزه اوصله، او هو ده اللي هيديني التست او يخلي الكحكه معايا عامله زي بتاعه المخابز والافران بالطريقه الجاهزه. بعد ما يوصل لكده هبتدي ان انا اضيف عليه كيس اللبن النيدو. ماشي، هيدي ريحة وهيدي طعم، هيخلي الحاجة ريحتها عاملة زي الحاجة اللي بنشتريها من بره، ليها ريحة جذابة كده. تمام. هروح جاية حطاه وهنزل برضو ان انا اضرب وادوب اللبن كويس مع الكريمة. تمام. هنا بعد ما خلصت خلاص ببتدي ان انا اجيب كيلو دقيق وابتدي ان انا اضيفه ماشي فوق الكريمة بتاعتي. بعد ما فضيت كيلو دقيق كله بنزل بمعلقة ريحة الكحك البودر، وبعد كده بنزل بالسمسم. السمسم ني مش محمص. طب هو هيستوي؟ هيستوي وهيتحمص لان كله هيتغلف بالسمنه، في سمنه هتسوي اللي من جوه واللي من بره، فكله هيستوي. تمام. في المرحله دي بنزل بايدي. طبعا لو انت شغاله بمكسر او شغاله في عجان فهتبقى اسهل عليكي. انا عندي عجان وكل حاجه، بس انا بحب اشتغل بالطريقه البدائيه لان ده اللي بيبسطني او بيريحني. ثانيا بحب ابسطها للناس اللي ما عندهاش امكانيات. تمام. لكن لو عنده متوفر عند حضرتك اشتغلي طبعا مفيش مشكله. في الوقت ده بقلب الدقيق بالمكونات اللي انا ضفتها، وبعد كده ببتدي اجيب من تحت على فوق كده علشان اجيب السمنه على الدقيق عشان الدقيق ما يهش وينطور معايا ويبهدل الدنيا. بتني اشتغل كده وببتدي ان انا امسك الدقيق بالسمنه اغلفه كويس وابسه. ولازم مرحله البس دي تقعد بتاع 10 دقايق، لان بس الدقيق وخلط الدقيق بالسمنه كويس هو ده اللي بيطلع الكحكه حلوه، عشان ما تطلعش معاكي من جوه نيه او معجنه. طبعا مسكته 10 دقايق قعدت ابس فيه، امسكه بايدي وافركه كده كويس الدقيق بالسمنه لحد ما كله ينمزج. فضلت اشتغل فيه. طبعا لو انت عندك العجان هيبقى اسهل لك او افضل لك، لكن انت لو اشتغلي بايدك هتعملي زي ما انا بعمل كده، لان هو ده اللي هيخلي الكحكه من جوه حلوه ومظبوطه ومش معجنه. طبعا انا اشتغلت ده الشكل النهائي، او ده الشكل اللي انا المفروض ان انا اوصل له. بعد ما اشتغلت فيه 10 دقايق ببتدي ان انا اجيب كوبايه الخميره. بصوا الخميره عملت فوليوم وعليت وشكلها هفار، يعني معناها ان الخميره فعاله وشغاله كويس. تمام. هبتدي ان انا اضيف نص كوبايه الخميره اللي كان عليها السكر واللبن، وهضيف كوباية اللبن اللي هي معايا. طبعا هو محتاجش معايا اكتر من الكوباية ونص لبن دول. في بقى دقيق ممكن يبقى عايز سوائل زيادة، يبقى عايز سمنة زيادة. ده طبعا بعد ما نشتغل هنختبر العجينة ونشوف هي هتحتاج معانا ايه. تمام. بس انا شغاله محتاجش اكتر من كده. طبعا بقى قعدت اشتغل بايدي واقلب كويس لان انا بصور وبشتغل برضو. جبت كده العجينه حطيتها على الرخامه واشتغلت فيها عشان ده بالنسبه لي اسهل، وفضلت اعجن فيها لحد ما وصلت ان هي بقت معايا عامله زي الملبن كده. خدت بقى حته عشان اختبرها قدامكم. بمسكها كده بلاقيها معايا عامله زي الملبن كده في ايدي ناعمه كده. بصوا ببتدي ان انا يعني اكورها واحط صباعي فيها. لو طلعت مشققه او ناشفه او كده هتبقى عايزه تزودي يا اما جزء من السمنه يا اما جزء من اللبن لحد ما تبقى معاكي كده، لان كل دقيق مختلف عن التاني في درجه امتصاصه للسوائل. تمام. تبصوا اهي انا عماله اعمل لكم شكلها عشان تشوفوا. بصوا ان هي ناعمه وعامله زي حته الملبن. تمام. لو انتي مش عايزه الكحك بتاعك يكون دسم ممكن تستخدمي على كيلو دقيق ربع كيلو سمنة. ولو انت عايزة الكحك بتاعك يكون وسط ممكن تحطي على كيلو دقيق 350 جرام سمنة. كده هيبقى وسط، ولا ناعم ولا اللي هو ناشف. تمام. لو عايزة ناعم هتعملي نص كيلو سمنة. انا هنا خلاص عجنت كويس، هبتدي اشيلها نص ساعة واغطيها بالكيس في البولة. وعندي هنا هي خلاص ماشي. جهزت الملبن والصاج بتاعي، وكنت بعد ما هي خمرت نص ساعة اشتغلت في الملبن جهزته وغسلت الصاجات بتاعتي. دلوقتي بعد ما عدى عليها نص ساعة هبتدي اجيب الكحكاية تكون ارتاحت بقى والتشكيل سهل. ابتدي اعملها بالشكل ده واحط فيها الملبنية اللي انا جهزتها، وابتدي ان انا ابصمها. طبعا انا مش هنقش لان ده كحك جاهز وانا عايزاه شكله يبقى زي الجاهز، فمش هنقش، هشتغل بالبصمة على طول. ثانيا كمان عشان انجز وقت وجهد. تمام. ادي الكحكايه طالعه معايا اهو، عامله زي الملبن في ايدي مش متحمله. تمام. طبعا انا خمرته في النص ساعه، وبعد كده بعد ما هشتغل فيها هسيبه نص ساعه كمان. يعني الصاج دلوقتي بتاعه كله خلص. ماشي. بعد ما انا خلصت الصاج الاولاني طبعا اللي نزل معايا هنا ده تلت الكميه. سبت لكم التلاتة دول في الصاج عشان انا رصيت في الصاج وبديت ابصم في الصاج. بصوا بقول لكم ان انا بشتغل بالبصمه على طول. تمام.
وهروح جايه الصاج ده سايباه نص ساعه، وفي النص ساعه دي هروح اشغل الفرن على درجه حراره 170 او 180. تمام، علشان ادخله، وفي نفس الوقت يكون النص ساعه دي رفع او كمل التخمير بتاعه. انا ما حطيتش فيه بيكنج باودر، تمام، عشان بحس البيكنج باودر بيعمله زي الكيكه شويه، فانا حبيت اشتغل بالخميره. تمام، عايزين تضيفوا بيكنج باودر مفيش مشكله، بس انا بقولك تجربتي. هنا الصاج دخل قعد نص ساعة مع المتابعة لحد ما خد التسوية المظبوطة بتاعته. دي بالنسبة لي مستوى التسوية اللي تعجبني أنا. انت عايزاه أفتح من كده براحتك، عايزاه أغمق من كده برضو براحتك، بس ده الحاجة اللي احنا بنحبها، أو التسوية المرغوبة اللي أنا حاسة إن هي ترضيني. تمام، هو أخد معايا نص ساعة مع المتابعة. بقيت أبص عليه، ما شغلتش الشواية، أنا شغلته على 180 وخد حرارته، وبعد كده دخلته وطلع معايا بالشكل ده، ادي من فوق وادي من تحت. هسيب الصاج يهدى وهدخل الصاج التاني. تمام، ده الصاج التاني خرج معايا الكمية، عملت لي 3 صاج، تمام، على حسب الصاج بتاعي. ماشي، فكانت كمية تمام ومظبوطة. ده الكيلو اللي انا استخدمته. طبعا وهو طالع من الفرن بيبقى لسه مزنهر شوية، وبيبقى لسه يعني مهداش، فبسيبه يهدى ويبرد. رحت جبت الكرتونة بتاعتي ولبستها كيس، ورشيت فيها رشة سكر بودر. وبعد ما هدي هبتدي ارص الكحك بتاعي واسكره، لان الكحك الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره بيكونوا هما نقعينه في السكر، لان السكر لما هو بيتنقع في يوم واتنين وتلاتة ده اللي بيديله حلاوته. تمام، انا كده رصيت اول رق اهو، بعد ما هو هدي من الزنهرة وكل حاجة، ده لونه. ولما بترشوا عليه السكر البودر ويتنقع فيه بيشرب منه، ولونه بيرجع يفتح تاني وبيبقى لونه ابيض. غير انه اول يوم ما بتعرفوش تحسوا بحلاوة الكحك لانه لسه سخن ومن جوه مش مظبوط. تاني يوم او تالت يوم، تاني يوم بيبقى احسن من اول يوم، تالت يوم بيبقى احسن من تاني يوم. كل ما بيقعد في السكر ويشربه بيبقى افضل. هحط رق سكر ورق كحك لحد ما خلاص الكميه كلها، وادي كل الكميه اللي طلعت معايا من الكيلو. الحمد لله، اللهم بارك، بليت لي الكرتونه بتاعتي. وعندي برضو كمية بره تعمل طبق هحطه طبعا في التقديم. بعد ما برش السكر كده بروح بقى جايباه سايباه بقى عشان يتنقع فيه، عشان اعرف اكل منه تاني يوم او تالت يوم، فاحس بحلاوته. اول يوم ما بيكونش لسه حلاوته بانت. ده طبق التقديم بتاعي اللي انا طلعته عشان ادوقه للناس اللي معايا، واقول لهم ايه رايكم في عمايل ايديا طبعا. وطلع معايا بالشكل ده وبالمستوى ده. طيب انا عايزه اشيله وارش سكر ساعه التقديم براحتك، بس حلاوته عشان يبيض ويفتح ويدي معاكي كحكايه عجميه وملبن لازم تنقعي في السكر، وبتوع المحلات اصلا بيعملوا كده، وده اللي بيديله الريحه والطعم والحاجه اللي انت عايزه توصلي لها. تمام، فانا حبيت اعمله لك بالظبط بالظبط زي ما بيعملوه بره، عشان تاخدي منتج فاخر من الاخر. طبعا لو انتوا بتتفرجوا عليا لحد هنا، اشكركم ان انتوا اتفرجتوا عليا لحد هنا. واطلب منكم ان انتوا تعملوا لي لايك وشير عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد ممكن. وشكرا لكل الناس اللي بتقولي كومنتات حلوه وجميله ومشجعه ليا، بحبكم قوي قوي، انتوا اللي بتخلوني اصلا ان انا استمر، وببقى فرحانه كده، بحس ان في دعم. والنهارده كده خلاص اكون خلصت الوصفه بتاعتي، ويا رب تكون نالت على اعجابكم، وجربوها والتزموا المقادير، ان شاء الله هتاخدوا احسن نتيجه، وهتقولي لي تسلم ايدك وميرسي. وادي الكحكه وبعد ما استوى من جوه بيتكلم عن نفسه، شارح نفسه والله، يعني مش هشكر فيه. التجربه ان انت هتجربيها هي اللي هتبقى خير دليل يعني عندك، وتوريكي الحاجه عامله ازاي. والنهارده كده اكون خلصت وصفتي، وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده من وصفات رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبعود الايام على حضراتكم بالخير دايما يا رب.